الجزء الثالث من الباب الثاني من كتاب لا بطعم الفلامينكو لدكتور محمد طه. لعبة زعلان بيني وبين نفسي دي بقى لعبة محيرة جدا للطرف التاني فيها، اللي هو فجأة ومن دون سابق انذار تلاقي مراتك أو خطيبتك متغيرة ومش على طبيعتها، كلامها قليل لو اتكلمت، نظراتها غريبة لو بصت، في حاجة غلط بس انت مش قادر تحددها أو تسميها. في ايه؟ مفيش. طب مالك؟ ماليش. هو انا زعلتك في حاجة؟ لا خالص. امال في ايه؟ مفيش. ونرجع نلف الدايرة دي من اولها تاني لعدة ساعات واحيانا لعدة ايام. الرجالة بقى لما يلعبوا اللعبة دي بيلعبوها بطريقة اصعب شوية، طريقة الكهف، بمعنى انه ينسحب من العالم في هدوء ويقرر انه ينعزل ويتقوقع داخل نفسه. اي صوت ممكن يزعجه، اي حركة ممكن تؤرقه، أي وسيلة للتواصل معاه تنتهي بالفشل وربما العنف. سيبيني لوحدي شوية. ليه؟ محتاجة أبقى مع نفسي. طيب وأنا وجودي جنبك مش بيخفف عنك؟ يا ستي بيخفف وكل حاجة بس مش دلوقتي. طيب أنت معايا؟ أنت هنا؟ لا، اعتبرني مش هنا. طبعا من حق كل واحد يكون ليه وقته الخاص ومساحته الشخصية، بس اللي بيحصل في اللعبة دي بنسختها الأنثوية هو إنك بتصعبي الأمور على شريكك في العلاقة وترهقيه نفسيا جدا لغاية ما يزهق ويفقد الأمل أو يفقد أعصابه، كأنك بتختبريه وتقيسي مدى تحمله وقدرته على الصبر أو التخمين. واللي بيحصل في اللعبة دي بنسختها الذكورية هو إنك بتحسس شريكتك بالرفض، إنها ملهاش لازمة وإن وجودها مش فارق بل قد يكون مزعج، كأنك عاوز تستأصلها من حيز حياتك ولو لبعض الوقت. فيها ايه لما نكون واضحين؟ فيها ايه لما اكون زعلانة فأقصر المسافات واقول انا زعلانة من ايه علشان افتح الباب للمناقشة والتفاهم؟ فيها ايه لما احاول اصيغ مشاعري في كلام بسيط يقرب شريكتي مني ويحسسها بيا وما يقطعش خيوط الوصل ما بيننا؟ اقول لك انا فيها ايه وليه بنضطر احيانا نلعب اللعبة دي. احنا بنكون محتاجين حد يحس بينا بس من غير ما نقول، حد يسمعنا من غير ما نتكلم ويجاوبنا من غير ما نسأل، بالظبط زي الطفل الصغير اللي اتعود ان امه تحس بيه وباحتياجه وألمه وجوعه وعطشه وحزنه وزهقه فتضمه لحضنها وتطمنه وتشبعه من غير ما ينطق ولا حرف. بس الحقيقة ان دي أمنية طفولية جدا وطريقة بدائية للغاية ما تنفعش تستمر طول العمر. احنا دلوقتي كبار ومهم نتعامل مع نفسنا ومع غيرنا بشكل مختلف. لما أكون حزين أقول أنا حزين، لما أكون متضايقة أقول أنا متضايقة، لما أكون محتاج حد يحس بيا أوصف مشاعري، لما أكون محتاج حد يقبلني زي ما أنا أطلب من اللي معايا إنه يقبلني زي ما أنا. ما تستنيش من حبيبك أو خطيبك أو جوزك اللي كنتي بتستنيه من أبوكي أو من أمك، وما تتوقعش إن كهف الوحدة المظلم اللي بتدخله هيكون بمثابة رحم والدتك الآمن الهادئ. عبروا عن نفسكم واحتاجوا واطلبوا وخدوا حقكم، فأحبال الوصل مهترئة بما فيه الكفاية. لعبة اتغير بس خليك زي ما انت. خلال الفترة اللي فاتت لاحظت ملاحظة غريبة جدا. تجيلي واحدة بتشتكي مر الشكوى من جوزها، بيعملني وحش، مش بيحترمني، مش بيحس بيا، قاسي، أناني، متسلط، مسيطر، وساعات بيخني أو بيعرف واحدة عليا. بطلب منها تخلي جوزها يجيلي وبكون عارف إن ده صعب جدا وأحيانا مستحيل، لكن في الحقيقة بعضهم بيجي فعلا، وبيني وبينكم مش بيكون جاي جدعنة ولا شهامة، بيكون في معظم الأحيان جاي علشان يثبت إنه صح أو يفشل قصة العلاج دي من أصله، أو جاي تحت الضغط من مراته أو أهلها والتهديد بالانفصال. المهم، بسمع الزوج وبكون بغلي من جوايا زي البركان المكتوم بالظبط. بص يا دكتور، مش بتسمع كلامي، بتجادلني، بتعاملني بندية، بتعلي صوتها عليا، مش بتحترم ان انا الراجل وهي الست، عاوزة نبقى راس براس، فين القوامة؟ انا القائد، انا صح، انا صح، بصوت حسن شحاتة في فيلم طير انت. بكون شايف قدامي طفل صغير عاوز يثبت لنفسه انه هركل، يأمر فيطاع، ومش من حق حد يجادله او يشاركه او حتى يرد عليه. بمسك اعصابي واحط كرات دمي الحمراء في تلاجة واطلب منه بكل هدوء انه يتعالج، وفهمه بالراحة إن أي مشكلة زواجية أو علاقاتية مهم إن الطرفين فيها يتغيروا علشان العلاقة تستقيم والزواج يتصلح، وما ينفعش حد يشيل الشيلة لوحده. بعض الرجالة مش بشوفهم تاني بعد اللقطة دي، اللي يكسل واللي يزهق واللي يرفض واللي يكابر واللي يقول هو أنا مريض علشان أتعالج واللي. لكن في عدد مش قليل بيقبل فعلا الفكرة ويقرر إنه يبدأ برنامج علاجي بجد،
وحتى لو كان ده بهدف الاختبار أو حرق كارت العلاج في الأول، لكنه بيحضر وبيشارك وبيكمل. مش بس كده، ده بيشوف خلال رحلة علاجه إنه مسؤول بدرجة كبيرة عن صعوبات زواجه وعلاقته بمراته، وبيكتشف البلاوي الزرقاء والمفاهيم الخاطئة اللي تربينا عليها في مجتمعنا المتدين بطبعه فيما يخص الرجولة والأنوثة والقوامة والزواج والعلاقات. بيفتح مخه وبيفهم ويستوعب ويقبل ويتألم، والمفاجأة إنه يتغير. تصوروا رجل شرقي أسطوري خارق بيسمح لنفسه إنه يكبر وينضج ويتغير. فين بقى اللعبة؟ فين التكة؟ اصبر عليا. المشهد التاني هو مشهد مريض جاي يشتكي من أهله، معاملة قاسية، استغلال عاطفي، ظلم بين، أمه عاوزة تبلعه بلع، أبوه بيدمره بمعنى الكلمة، كوارث ومصائب نفسية يشيب لها الولدان. أطلب منه يجيب لي أمه، تيجيلي وأقعد وأتكلم معاها وأقول لها إن حضرتك اللي محتاجة تتعالجي مش ابنك. وبيحصل كتير بالمناسبة إن أهل المريض يكونوا هم اللي محتاجين علاج مش المريض نفسه. أطلب منها تتعالج وتحضر بانتظام وتوافق على ده فعلا رغم إنه صعب عليها بجد. تحضر وتنتظم وتسمح لنفسها إنها تشوف وتتعلم وتتغير. طيب وبعدين فين اللعبة؟ شوف يا سيدي، اللعبة في المشهد الصادم القادم. مشهد الزوج اللي كان زي الفرعون من كام شهر وهو قاعد قدامي دلوقتي زي الطفل الحزين اللي بيبكي بمنتهى الحرقة. أنا اتغيرت يا دكتور، أنا اكتشفت الزبالة اللي كنت فيها ورفضت البلاوي اللي اتربيت عليها. أنا عرفت إن الرجولة مش هي الصوت العالي، عرفت إن القوامة مش هي الافتراء. أنا كنت ظالم نفسي وظالم مراتي. أنا بطلت أتحكم وسيطر، أنا بعاملها بمنتهى الاحترام، بسيبها تعمل اللي هي عاوزاه. لأ، أنا شايف إني مش من حقي أصلا أقول لها اعملي أو ما تعمليش أو اخرجي أو ما تخرجيش. أنا مؤمن إنها كائن مستقل بذاته ومسؤولة عن نفسها وده حقها. الله ينور عليك، أنا فعلا فخور بيك وباللي انت وصلت له. أنا مش مصدق إن في راجل شرقي يسمح لنفسه بإنه يتغير، ومش مصدق إن ممكن أسمع الكلام ده في يوم من الأيام. تعال بوس راسك. طبعا أكيد مراتك دلوقتي هي أسعد واحدة في الدنيا، مش كده؟ للأسف لا يا دكتور. تصور يا دكتور، مش عاوزة تشوف إني بتغير، بتقفلي على الواحدة، بتفكرني باللي فات، مش عاوزة تشوف البني آدم الجديد اللي قدامها، مش هاين عليها حتى تقولي كلمة حلوة أو تبصلي بصة طيبة. معقول؟ تعالي يا ستي. ايه؟ كنتي بتشتكي من الراجل والراجل اتغير وبيتغير، ومجرد ان راجل شرقي يتغير دي معجزة كونية نادرة الحدوث. في ايه؟ مش عارفة. لسه في حاجات زي ما هي. بس ده في حاجات كتير قوي اتغيرت. لا، هو لسه زي ما هو، ده بيمثل. كل حاجة زي ما هي، ما تغيرش ولا عمره هيتغير. انا نفسي قافلة منه من زمان. طيب ولما انتي نفسك قافلة منه من زمان، كنت عاوزاه يتعالج ويتغير ليه؟ ما كنت تسيبيه من الأول وتريحينا. معرفش بقى. أوبا، هنا بقى يا سيدي اللعبة. ولك أن تتخيل نفس المشهد بالظبط مع الأم أو الأب اللي بيتغيروا سواء بالعلاج أو بالزمن أو بالخبرة، ويفضل ابنهم أو بنتهم مش شايفين أو مش عاوزين يشوفوا تغيرهم مهما كان واضح. إيه بقى الحكاية؟ الحكاية إننا ساعات بنشتكي من حد ونطالبه بكل حماس بإنه يتغير، وأول ما يتغير نقول له لا والله كان زمان، أو لا أنا مش مصدق تغيرك، أو لا مش هو ده اللي أنا مستنيه أو مستنياه. الست تكون بتشتكي من جوزها ولما ربنا يهديه ويتغير ترفض تغيره أو ما تشوفهوش أو تشكك فيه، كأنها عاوزاه بشكل غير واعي يفضل زي ما هو، مطلع عينيها ومكفر سيئاتها. الأبناء يشتكوا من آبائهم وأمهاتهم، ولما ربنا ينور بصيرتهم ويتغيروا يبقى مش هين عليهم يشوفوا تغيرهم أو يعترفوا بيه، كأنهم بيدوروا على الغم والهم والحزن. وأحيانا بعض الآباء والأمهات اللي جايبين ولادهم يتعالجوا وهيتجننوا علشان يخفوا، أول ما يبدأوا يتغيروا ويخفوا يمنعوهم من حضور الجلسات ويشككوا في علاجهم وينكروا تغيرهم. بالمناسبة، ما يسري على الأفراد قد يسري أحيانا على المجتمعات اللي بتقاوم التغيير وتحن للشكوى وتهرب من المسؤولية. حاجة غريبة جدا، بس مش هتبقى غريبة قوي لو عرفنا اللي وراها، اللي حاصل في عقلنا الباطن من تحت لتحت. هو مين المستفيد الأول من الشكوى؟ الشاكي طبعا. مين اللي شايف قدام نفسه إنه مظلوم ومكسور ومتهان؟ الشاكي طبعا. هو مين اللي بيلعب دور الضحية في اللعبة دي كلها؟ أيوة، الشاكي طبعا. مين اللي يستاهل الانتباه والاهتمام والتقدير والمساعدة؟ الشاكي طبعا.
مين بقى اللي هيخسر كل ده لو الوضع اتغير؟ بالظبط، الشاكي طبعا. ما هو لو راح الجاني، لو الجاني اتعالج وما بقاش جاني، لو ربنا هداه واتغير، لو ربنا كرمه وشاف مسؤوليته وبقى إنسان مختلف، ساعتها الضحية ينفع يبقى ضحية من غير جاني؟ الإجابة لأ طبعا. يعني من فوق أشتكي واشتكي واطلب التغيير، ومن تحت ممكن أقبل أي حاجة إلا التغيير. من فوق بقول أنا مظلوم، ارفعوا الظلم عني، ومن تحت أرجوكوا اوعوا ترفعوا الظلم عني. من فوق يا ريت تتغير، من تحت خليك زي ما انت، اوعى تتغير. ما هو لو انت اتغيرت هروح فين انا بقى؟ لو انت اتعالجت اشتكي ازاي يعني؟ لو انت اتصلحت اعمل ايه ان شاء الله؟ طبعا ده لا ينفي انه فعلا في بعض الاوقات بتكون العلاقة وصلت لمرحلة سرطانية ما ينفعش معاها اي تغير ولا اي علاج، بس ساعتها يبقى الانفصال من الاول ارحم واهون من ممارسة هذه اللعبة الصعبة المرهقة، وكل واحد يتغير لنفسه احسن. وبرضه ده لا ينفي بل يؤكد انه في معظم الاحوال بيكون الطرفين محتاجين علاج ومساعدة، مش طرف واحد بس. عندنا قاعدة في العلاج النفسي بتقول إن المريض دايما بيقاوم علاجه علشان في جزء من جواه عاوز يفضل زي ما هو يعاني ويشتكي. بس الألعن من كده هو إن أقرب الأقربين للمريض، الزوج، الزوجة، الوالدين، واللي هم جايين يشتكوا منه، هم شخصيا يقاوموا علاجه ويرفضوا تغيره علشان يفضلوا يشتكوا ويشتكوا بلا نهاية، ويكونوا بشكل ما مستفيدين من مرض المريض اللي بيوزن دورهم في المعادلة ويأكد لهم قدام نفسهم إنهم ضحايا وإن الحكاية ملهاش حل. غريب جدا ومعقد جدا هذا الكائن اللي اسمه إنسان، غلبان جدا ومفتري جدا، ظلوم جدا، جهول جدا، متكبر جدا. أبوس إيديكم، تغيير البني آدم بيقاس بميزان الذهب، الجرام فيه بيطب. شوفوه وقدروه وامتنوا لصاحبه، اسمحوا لنفسكم واسمحوا لغيركم بيه، جددوا رؤيتكم لنفسكم وللناس كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة. امنحوا الفرص واستغلوا الفرص واقتنصوا الفرص التي قد لا تعود. لعبة أنا اتغيرت أهو، اللعبة دي شفتها كتير بين بعض المتجوزين، وفي أزواج محترفين جدا في اللعبة دي. الزوج يكون سيء المعاملة لزوجته، قسوة وإهانة وأذى نفسي وأحيانا بدني وجنسي، وساعات يخونها مع واحدة واتنين وتلاتة، والزوجة مرة تسكت ومرة تطنش ومرة تصبر على البلاء زي ما اللي حواليها بينصحوها. وده طبعا بيزيد الوضع سوء وتفاقم، لأن اللي هيوصل للزوج وقتها رسالة مفادها: كمل، دوس كمان. أول بقى ما يفيد بها الكيل وتقرر الزوجة الكريمة إنها تاخد موقف وتتصدى للإهانة والظلم وتضرب عرض الحائط بسلبية أهلها وجبنهم، وتقول لا بصوت عالي وبكل ما تملك، ويظهر في كلامها وعينيها وطريقتها إنها جادة وإنها مش فارق معاها الانفصال، وتهدد بإنها مستعدة لفعل أي شيء وكل شيء علشان تحمي نفسها وتصون كرامتها، يبدأ صاحبنا أولا في اختبار جديتها بمزيج من التهديد والوعيد، وتاخده الحماسة والرعونة شويتين. بس أول ما يكتشف إن المرة دي غير كل مرة، وإنها ناوية تسترد آدميتها وتستعيد ملكية نفسها حتى لو اقتضى الأمر فضيحة من العيار التقيل، يتراجع صاحبنا حبة حبة ويتقهقر للوراء خطوة خطوة، ويقول لها طيب شوفي، خلاص أنا هتغير علشانك، هغير من نفسي علشان البيت ما يتخربش، أنا بحبك ومش هقدر أستغنى عنك، قوليلي عاوزة إيه بالظبط وأنا أعمله. بس هي كده وقعت في الفخ. تقول له تعاملني كويس، يقول لها حاضر. بطل تهني وتضربني، يقول لها من عينيا. اديني من وقتك واهتمامك، يقول لها طبعا. وهكذا، ويبدأ يتغير فعلا تغير سريع وساحر وشامل. فين بقى المشكلة؟ فين اللعبة؟ اللعبة إن التغير ده مش حقيقي، وإنه عمره قصير، وإنه ما كانش ليه أي هدف غير الإطفاء السريع لحريق الغضب والاستيعاب الكاذب لتوتر الأمور والخوف المرعب من فضيحة بجلاجل، مش الإصلاح الجاد أو المراجعة الهادئة أو البدء من جديد. وده بيظهر فعلا بعد شوية لما ترجع ريمة لعادتها القديمة، بس غالبا بشكل أسوأ، مع مزيد من الإهانة والقسوة وسوء المعاملة، مضاف إليهم كتير من الانتقام والتنكيل. طبعا مش كل المشكلات الزوجية بيحصل فيها التتابع ده، لكنه بيحصل كتير إلى جانب إن اللعبة دي بتحصل في علاقات تانية غير العلاقات الزوجية، معظمها علاقات عاطفية، خاصة لو كان الطرف التاني أحد أساتذة في التقلب والتلون والتلاعب بمشاعر الآخرين.
المشكلات المزمنة في العلاقات ملهاش غير حلين: إما العلاج الجذري والجاد والحقيقي عند متخصص، أو بتر العلاقة إلى الأبد. غير كده يبقى ضياع وقت وضياع عمر. لعبة الطلاق اللي اسمه جواز، أعتقد إن دي أبشع لعبة ممكن 2 يلعبوها مع بعض، لأنها مش بس بتأذيهم، دي بتأذي أطراف تانية معاهم. هنا انت قدام 2 متجوزين على الورق، لكن الواقع اللي بينهم ملهوش أي علاقة بالجواز. بيت معلق عليه لافتة الزواج، وما يحدث داخله طلاق بائن. 2 بعاد نفسيا جدا عن بعض، بينهم هجر وجفا وبرود، نفور وصد ووحشة، يأس وظلام وفقدان أمل، خناقات ومشكلات ليل نهار، مفيش أي نوع ولا أي درجة من التفاهم، وكل واحد نفسه من جواه يصحى الصبح يلاقي التاني مختفي من على وجه الأرض. وبيحصل طبعا في بعض الأحوال إن كل واحد منهم يعمل علاقة غير شرعية من ورا التاني، وأحيانا مش من وراه ولا حاجة. طيب، ولما هو الحال كده، وطالما الوضع سيء بهذا الشكل، مكملين مع بعض ليه؟ هنا بقى اللعبة على أصولها. يقولك علشان العيال. مكملين مع بعض علشان العيال ما يتأذوش، علشان الطلاق ممكن يأثر على نفسيتهم. وهي تقول برضو العيال لما يعيشوا في وسط أبوهم وأمهم غير لما يكبروا كل واحد في حتة. أنا الحقيقة شفت كل طرق وأنواع سوء الاستغلال، أبيوز للأطفال، لكني ما شفتش طريقة لسوء استغلالهم أفظع من دي، اللي هي إنكوا تعلقوا فشلكوا على شماعة أولادكوا، وتبرروا جبنكوا بإن ده من مصلحتهم، وتقرروا الاستمرار في طريق سد تحت ادعاء الخوف على نفسيتهم ومستقبلهم. طيب، هو اللي انتوا فيه ده مش مؤذي لأولادكوا؟ المسافات النفسية الطويلة بينكوا وبين بعض مش بتمزقهم؟ الشد والجذب والخناقات والصوت العالي والضرب أحيانا مش بتشوه عقولهم وقلوبهم؟ هو المؤذي أكتر للأولاد إنهم يعيشوا في جواز فاشل ولا في طلاق ناجح؟ المؤذي أكتر إنهم يعيشوا في جو مشدود ملبد بالمشاحنات الدائمة، ولا في هدوء وسكينة حتى مع بعض الفقد؟ هو ربنا لما حلل الطلاق مش كان عارف إنه ممكن يكون في أولاد؟ اللي بيوصل للأولاد بكل أسف في هذا النوع من البيوت هي صورة مشوهة تماما عن معنى الزواج ومعنى الحب ومعنى المودة والرحمة ومعنى الحياة نفسها. وده هيخليهم غالبا يكرروا الصورة دي بحذافيرها لما يكبروا، أو إنهم يقرروا ما يتجوزوش خالص، أو يدخلوا في علاقات مسيئة للغاية. أنا مقدر جدا تعقيد العلاقات الزوجية في مجتمعنا وإصابتها بأمراض صعبة ومزمنة، وعارف وشايف مشكلات الطلاق الأسرية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وإن اختيار الاستمرار في زواج فاشل قد يكون حائط الصد الأخير ضد الكثير من الشقاء والعذاب والمذلة لكل الأطراف، وإنه أحيانا بيكون قرار هدفه ترميم آخر أعمدة منزل يتهاوى فوق رؤوس الجميع. لكن القرار الأكثر شجاعة هو إننا نقف وقفة صادقة مع النفس، وننظر للأمور نظرة أمينة تخلو من الأنانية والاستسهال، ونقرر نحاول ونسعى ونعالج. لو صدقنا النية ونفع العلاج خير وبركة، ولو منفعش مش هنكون أعلم ولا أحكم من ربنا اللي بيقول: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. سورة البقرة آية 231. بلاش نظلم نفسنا، بلاش نظلم عيالنا، بلاش اللعبة دي. إما زواج بما يرضي الله، وإما يقضي الله أمرا كان مفعولا.